اللهم صل على حبيبي المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا هنعمل مع بعض النهارده طريقه جديده لسبونج، نص ونص، يعني نص شوكولاته ونص فانيليا. دي كانت تورتايه. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. عندنا هنا كده 6 بيضات، وعندنا رشه من الملح، وكمان عندنا معلقه من الخل، وهنحط كمان الفانيليا، وما ننساش الفانيليا. تمام. وهنزل بنص كيلو من الدقيق الاسبونج، ورشه من الملح زي ما قلت لكم، ونص كوبايه من الميه. هحط لكم كل المقادير ان شاء الله في الديسكريبشن تحت. وهنا عندنا هضيف اضافه كده، يعني حبيت ان انا اضيفها مع الاسبونج. هضيف معلقه من البيكنج باودر او الكيك شيف، عايزه اجربها واشوف هتعمل ايه. تعالوا بقى هنا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. هنبتدي نضرب بقى لمدة لا تقل عن 8 أو 10 دقايق، حسب نوع المضرب اللي انت بتضربي بيه، يعني حسب القوة بتاعة المضرب عندك. تمام كده. هنا خلصنا الاسبونج، وزي ما انتوا شايفين كده لونه فاتح جدا جدا، وهنضربه كويس جدا علشان يدينا اللون ده. تمام كده. هبتدي ان انا احضر بقى اللي هي الصينيه الوسط في ال3 مقاسات اللي موجوده في اي بيت يعني. وهنحط السبونج الاولاني اللي هو سبونج الفانيليا. تمام. وهبتدي ان انا اضرب السبونج الشوكولاته برضو بنفس التكنيك دوت. هحط ال6 بيضات والدقيق ومعلقه من الخل ورشه من الملح ومعلقه من البيكنج باودر ونص كوبايه من الميه. تمام. وهبتدي ان انا اضربها كويس جدا 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 لغايه ما لونها يفتح زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اضربها برضو حسب قوه الموتور عندك هتبقى عامله ازاي. وبكون طبعا مجهزه الصينيه بتاعتي بورقه زبده، وبكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. واول ما تبتدي تشتغلي تشغلي على طول الفرن بتاعك على درجه حراره 180. قعدت في الفرن تقريبا 45 دقيقه. اختبرتها وطلعت زي الفل. وبعد كده سبتها تبرد خالص لتاني يوم، تهدى معايا خالص لتاني يوم علشان اعرف اشتغل فيها. ما ينفعش تشتغلي فيها وهي سخنه، او في نفس اليوم هتفرول وتبرول معاكي ومش تبقى حلوه. طبعا الكيكه طلعت هشه جدا، وزي ما انتوا شايفين كده طريه طراوه مش قادره اوصفها لكم. كمان البيكنج باودر اداها هشاشه اكتر من اللازم. فلو هتعملوا الكيك السبونج بالدقيق السبونج، يبقى ما نحطش افضل بيكنج باودر، هيديها هشاشه وهي اصلا بتبقى هشه ومش بتحتاج ان هي تحط لها بيكنج باودر. ممكن تحط لها معلقه محسن بس. قشرنا طبعا كل الوش اللي بيبقى عليها ده مبيبقاش حلو خالص، بيبقى ملزق كده وكله بيض ومش حلو، فلازم تشيليه لو انت هتشتغلي في كيكه او في تورتيه. هنا بقى لو يعني لو انت عايزه تقسميها يعني تقسميها وتشتغلي فيها تورته، يعني هتبتدي انك انت تقسميها بقى بالسكينه المشرشره اللي موجوده عندك بخيط زي ما انتوا شايفين كده، بتقسم معايا ل3. وهنا كنت بحضر بقى الكريم شانتيه، او كنت بحضر ساعتها الجانش الشوكولاته. تمام. كنت بحضر جانش الشوكولاته. نسمي كده بسم الله. هنا حطيت معلقتين كبار من الكريم شانتيه وعليهم نص كوبايه من الميه، وحطيت يعني مش 150 جرام شوكولاته، حوالي 130 جرام شوكولاته علشان اعمل جانش الشوكولاته. وان شاء الله هعمل لكم في فيديو منفصل جانش الشوكولاته، وكمان هعمل لكم بفيديو منفصل كريم شانتيه. وهنا كنت بحضر برضو الكريم شانتيه، ده كان 150 جرام كريم شانتيه، يعني اقل من الربع. حطيت له نص كوبايه من الميه، وزي ما انتوا شايفين كده متماسك جدا. وبصوا عامل ازاي، حاجه كده قوامها فاخر من الاخر. بعد ما ضربته شويه حطيت له معلقتين من السكر البودره. ونوع الكريمه اللي انا بستخدمها المتحده، انضف نوع ممكن تستخدمي للكريم شانتيه هو كريمه المتحده. تمام. بصوا شايفينها متماسكه ازاي